ويعني إن غضب بعض من يسمع مثل هذا الكلام، فنحن نعلم أن إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من مذهب أبي حسل. فهل تعرفون أبا حسل؟ أما أبو حسل هذا فرجل لا يغضب أحدا قط، ولا يحل مشكلة قط. أبو حسل هذا هو الضب. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة، وهمت أن تأكلها فخطفها الديك فأكلها، فقالت لا بد أن نختصم إلى حكم. قال اختاري من شئت، فاختارت الضب. وهذا يعني من سوء الحظ إن واحد يجعل الضب حكم. وحكم بعض الناس إذا وكل إلى اختياره اختار الأسوأ، كما في بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها أبو الشيخ وغيره. مثل، وأنا أنبأ أنها ضعيفة وسأسوقها مثلا، لا أسوقها كلاما وإن كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب يعني. مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية سمينة كده وملظلظة. فراعي الغنم عرف أنه طماع وأنه مهما اختار له هيقول له لا أنا لا أريد هذه. قال له دونك الغنم، غنم هي ادخل بقى اختار اللي انت عايزه. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قال لك هو ده الملظلظ الحلو ده مليان لحم على. طب هو لو كان وكل الاختيار إلى الراعي كان اختار له غنماي، لكن هو لما اختار بنفسه اختار كلب الغنم. في بعض بني آدم كده لما تتركه واختياره يختار كلب الغنم، يختار أردأ شيء في الموضوع كله. فمن سوء الحظ ان الأرنب اختار الضب حكما. راح الديك والأرنب إلى جحر الضب، فنادت الأرنب يا أبا حسل، فقال سميعا دعوتما. فقالت جئت أنا وهذا نختصم إليك. قال في بيته يؤتى الحكم. فقالت كان بيدي ثمرة. فقال لها حلوة فكليها. قالت فخطفها هذا مني فأكلها. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته. قال بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا. قال قد قضيت.